مقيرة اللمسان وكاين اللي يقولوا له مقروط البيض، معسل القلب ويذوب في اليد قبل الفم، منسم بالقارص ومخدوم بالجلجلان اللي يزيد على بنتو بنه. وهذا المقروط لازم يكون دايما حاضر على مائدة السهرة الرمضانية التلمسانية. وإلا حبيتوها على مائدة سهرتكم تبعوا معايا الوصفة. حطيت الجفنة ديالي وخيرت سميد ماما الخشن، نوعية معروفة والجودة مضمونة. حطيت السميد اللي كنت حمصته وخليته غير صفر، ما تحمروش باش المقروط ديالكم يجي شباب. حطيت عليه السكر، لا فانيلا، ليفور، قرصة تاع القرفة وملح. زدت الجلجلان والكاوكاو يكونوا محمصين ومرحيين، كميه مليحه تاع مبشور الليمون، لازم يجي منسم مليح بالقارص. ضفت الزيت ومغرفه ما زهر وبسستو مليح، ومن بعد بديت نضيف البيض بالحبه واللم في العجينه ديالي حتى تولي هكذا وتحسوا راهي مشمخه زياده. ما تخافوهاش، خلوها تشرب وغير في 5 دقائق راح تلقاوها شربت. وكي تكون واجده نجيب العجينه ديالي ونبدا نخدم فيها. ناخذ كميه صغيره وندير حربوش ونقيس العرض ديالو قيس 2 صباعتين. تحسوه يلصق شويه بصح ساعفوه وانتم تخدموا العجينه راح تزيد تشرب وتولي لكم مليح. ومن بعد نقطع المقيطات ديالي قيس 2 صباعتين، وانتم تحبوا تكبروا وتصغروا كيما حبيتوا. ومن بعد كل حبه تاع مقيرط نسقمها بالكوبات، نوقفها ونبومبيها بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. نكمل نقطع كامل الحبات تاع المقيرط ديالي، نحطهم في تبسي ونروح نقليهم في زيت اللي كنت سخنته على نار تكون متوسطه. ومن بعد نرمي حبيبه المقيرط ديالي في الزيت ونطيبوه غير صفر، ما تحمروش بزاف وما لازمش يقعد بزاف يطيب باش ما يجيكمش ناشف، لخاطر كلش راهو طايب ينشف لنا برك هذاك البيض وياخذ لنا لون شباب. غير يطيب نقطروه وندخلوه في العسل، وقد ما تخلوه في العسل راح يجيكم طري ومعسل حتى للقلب. وكي تنحو زينوه بشويه جلجلان وقدموه مع لاتاي. من زينها وصفه اليوم وما كاين غير ماما اللي تعرف لها.